كوكو البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي اليوم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه لي ميني برجر. بما انه رانا في وقت المناسبات والافراح ولي ريسيبسيون تاع النجاحات، حبيت نمد لكم هذه الوصفه اللي تجي بزاف خفيفه وتجي بكميه كبيره. وقبل ما نبداو الوصفه تاعنا رايحين نصلي ونسلموا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو مع بعضنا في طريقه التحضير والمقادير. في الريسيبيون تاعي عندي 500 غرام تاع الفارينه، معها مغرفه تاع خميره العجين، مغرفه تاع السكر، وعندي زوج مغارف حليب بودره. بالنسبه لخميره العجين اذا كانت سخانه ديروا مغرفه متوسطه، ما ديروش مغرفه كبيره، هكذا العجينه تاعكم راح تدي الوقت في التخمير وما تخسر لكمش. نضيف خلط النواشف مع بعضهم، نضيف لهم ملعقه تاع عسل. هنا العسل اللي رايح يخلي العجينه تاعنا تجي خفيفه وتجي بزاف هشوشه. نضيف معها نص مغرفة خمير ملح عفوا، تكون متوسطة. ورايحة نبدا نجمع الخليط تاعي ب100 مليلتر ماء دافي. تقدروا تعوضوا الماء الدافي بالحليب الدافي، هنا كل وحده واش عندها في البيت تاعها. راح نعجن العجينه تاعي مليح حتى تدخل في بعضها. بعد هذا نضيف لها 40 غرام تاع الزبده، تكون بدرجه حراره المطبخ، وندلك العجينه تاعي جيدا حوالي 5 دقائق. بعد هذا رايحه نحطها في الريسيبيون، نغطيها ونخليها حتى تخمر بهذه الطريقه. هاد العجينه تجي بزاف خفيفه، تعطيكم كميه ما شاء الله، يعني تقدروا تستعملوها في مناسباتكم واعراسكم وافراحكم. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خمرت العجينه تاعي جبت الميزان، راح نقسم كوريات. يكون الوزن تاع كل كوريه 30 غرام. 30 غرام راح تكون قطعة، يعني حبة تاع برجر مليحة تقدميها في المناسبات تاعك مع المشروبات، وحتى في سهر في رمضان تقدروا تقدموها مع لي صالي، عفوا تقدموها كوم دي سالي مع لي سوب، وكامل راح تكون مليحه. شكلت الكريات تاعي كيما راكم تشوفوا لهنا. بعد هذا جبت صفار حبه بيض، ضفت لها ملعقه كريمه سائله، وراح ندهن لي ميني برجر تاعي بهذه الطريقه، ونحطهم يخمروا شويه حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه. بعد هذا ندخلهم يطيبوا في الفرن على درجه 180 مده 12 دقيقه حتى 15 دقيقه. بالنسبه للتزيين لهنا انا زينت بالجلجلان وزينت بالسانوج، تقدروا تستعملوا بذور الشيا، يعني هنا تزيين على حساب كل وحده واش تحب. وكما راكم تشوفوا لهنا لي ميني برجر تاعي بعد ما طابوا داو هذيك لا دوريغ باهيه، خرجتهم وحطيتهم جانبا باش يبردوا. في هذا الوقت كنت نوجد في الحشو. بالنسبة للحشو عندي حوالي 200 غرام تاع الدجاج حتى 250، مع حبة متوسطة تاع بصلة وثلاث سنات تاع الثوم والمعدنوس. نديرهم في لو بول تاعي ولا لو روبو تاعي. رايحة نتبل بالملح، رشة فلفل اسود، ورايحة نميكسي جيدا، نرحي المكونات تاعي جيدا حتى يندمجوا مع بعضهم. في هذا الوقت راح نضيف نضيف زوج مغارف تاع لا شابلور. كما راكم تشوفوا لهنا زوج مغارف يكونوا معمرين بومبي مع حبه تاع البيض. نخلط المكونات تاعي، راح نتحصل على العجينه تكون متماسكه. نشكل هاد العجينه كوريات، يكون الوزن تاعهم حوالي 30 غرام. كما راكم تشوفوا لهنا راح نشكل كوريات يكون الوزن تاعهم حوالي 30 غرام. نشكلهم كعكات كما راكم تشوفوا لهنا، يكون عفوا كعك، نشكلهم خبيزات بهذه الطريقه. بعد هذا راح نفوت انا بالنسبه للحم لهنا ولا الدجاج لهنا، تقدروا تعوضوه كذلك بالفيونداشي. هذه الكميه راح ندير لكم 11 حبه حتى 13 حبه، يعني انتم ضاعفوا كميه الدجاج وكميه الحشو تاعكم باش تكمل لكم الكميه كامل تاع لي ميني برجر. جبت المقله تاعي، درت فيها كميه من حوالي ملعقه تاع زبده مع ملعقه تاع الزيت، ورايحه نطيب الحشو تاعي بهذه الطريقه حتى يطيب ويدي هذاك اللون الذهبي. بالنسبه للكميه تاع لي ميني برجر، الكميه اللي درناها تاع 500 غرام ندير لكم 25 حبه. بالنسبه للحشو 200 حتى 250 غرام
تاع الدجاج ولا اللحم مفروم راح ندير لكم قيس 11 حبه حتى 13 حبه. بعد ما وجدت لافاغس تاعي رايحين نديروا المونتاج. بالنسبه للمونتاج عندي هنا طماطم، سلطه، عندي لا مايونيز، الكيتشوب، عندي لي طوماط سوريز للديكور، وعندي الدجاج تاعي اللي كنت طيبته، والفرomاج فوندو. نقسم القطع تاعي تاع الميني برجر بهذه الطريقه بسكين يكون دو بريفيرونس تاع المنشار باش تجي تقطيعه باهيه. بعد هذا رايحين نديروا لو مونتاج كيما راكم تشوفوا لهنا. بعد ما كملت قطعت قسمت لي ميني برجر تاعي، درت لهم كميه من لا مايونيز بهذه الطريقه. بعد هذا رايحه نضيف لهم كميه من الجبن الطاري. هنا بالنسبه للمونتاج تقدر ديري كل وحده دير واش حبت وواش عندها في البيت تاعها، يعني هنا لا ديكوراسيون ولا الحشوه راح ترجع لكل وحده وكيما تحب هي وذوقها. بعد هذا فرشت سلطه خضراء، اوراق تاع السلطه الخضراء، حطيت الخبيزات تاعي تاع الدجاج، وجبت هذا الجبن تاع الساندويتش. راح نقسم القطعه تاع الجبن على 4 حين يجوني دي بتي كاري اللي رايح يكون الحجم تاعهم مناسب جدا لي صالي تاعي. راح نحط قطعه فوق كل وحده. بعد هذا راح هنا درت شويه مايونيز فوق السلطه، حطيت حبة طماطم لأنه نسيت، وحطيت فوقها عاودت رجعت فوقها القطعة تاع اللحم، ورايحة نغلق بهذه الطريقة بلي كوردون ولا بلي بيك هذو اللي راهم متوفرين في المحلات. كاين لهنا اللي زينتهم بلي طوماط سوريز كيما راكم تشوفوا لهنا، تقدروا تستعملوا الزيتون الاخضر ولا الزيتون الاسود. كاين راح نزينهم بالخيط الخيشه، يعني كتزيين اخر خيط الخيشه. هنا استعملت صلصه الكيتشوب، تقدروا تستعملوا اي صلصه تفضلوها في البيت تاعكم ويحبوها اولادكم. وكما راكم تشوفوا لهنا هذا هو الشكل النهائي تاع الميني برجر تاعي. وصفه سهله بسيطه، كما قلت لكم كميه قليله تاع فرينه 500 غرام، راح ندير لكم 25 حبه تاع لي ميني برجر يجيو خفاف وبنان. تقدري تحضريهم لمناسباتك، يعني الافراح، الاعراس، حتى حفلات النجاح. تقدميهم مع العصائر، كما تقدري تقدميهم كمملحات في شهر رمضان الكريم. هنا التزيين يرجع لكل وحده كما تحب. كما راكم تشوفوا لهنا درت بطوماط سوريز ودرت بالخيط الخيشه. كانت هذه هي الوصفه تاعي لنهار اليوم البنات. نتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم، جربوها وتخلوا لي ارائكم واقتراحاتكم اسفل الفيديو. ودركا نقول لكم ما تنساونيش بالجيم والتعليق فضلا وليس امرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام البنات.